ديربي جدة. صدمة في الاتحاد. استمرار غياب نجم الفريق أمام الأهلي. طرح إعلامي يزلزل الشارع الرياضي قبل ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد. البكيري يزلزل الشارع الرياضي قبل ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد. فهد ولكن محلل رياضي يكشف العيب الوحيد في نجم الاتحاد. بتوصية كونسنساو، الاتحاد يقترب من ضم نجم الدوري الألماني. التفاصيل الكاملة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم المفضلة، المصدر الأول لأحدث أخبار الكرة السعودية من قلب الملاعب إلى كواليس الأندية. هنا نوافيكم بكل جديد عن الدوري السعودي، نجومه، صفقاته وتحليلات لا تجدونها إلا هنا، فخليكم معنا وخلونا نبدأ جولتنا الكروية. تراجعت احتمالات مشاركة مهاجم فريق الاتحاد صالح الشهري في مباراة الديربي المرتقبة أمام النادي الأهلي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين. وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار الجهاز الفني في تقييم الجاهزية البدنية للاعب بعد فترة غياب طويلة عن الملاعب. موقف نهائي في التدريبات. أوضحت مصادر مطلعة أن القرار النهائي بشأن إدراج الشهري في القائمة التي ستخوض مواجهة ملعب الإنماء سيتحدد رسمياً بعد ختام الحصة التدريبية المقررة يوم الأربعاء. ويأتي هذا التريث من قبل الجهاز الفني لضمان سلامة اللاعب وتجنب أي مخاطر قد تؤدي إلى تجدد الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في 6 جولات سابقة. غياب مؤثر عن صفوف العميد. افتقد الفريق الاتحادي جهود اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً منذ إصابته في عضلة الساق خلال مواجهة الفتح في الجولة 19 من المسابقة. وتعد عودته مطلباً فنياً لتعزيز القوة الهجومية للاتحاد الذي يحتل حالياً المركز الخامس برصيد 42 نقطة، بينما يسعى الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 59 نقطة لتأمين موقعه في المنافسة. طرح الإعلامي الرياضي وليد الفراج سؤالاً على الناقدين محمد الحارثي وغرم العمري بشأن الفارق بين ديربي جدة السابق والمواجهة المرتقبة بين الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي خلال برنامج أكشن مع وليد. وأوضح الحارثي أن الاتحاد كان ينافس بقوة على اللقب في الديربي الماضي، بينما يدخل المواجهة الحالية دون ضغوط كبيرة، مشيراً إلى أن الأهلي عانى مؤخراً من ضغط المباريات ما قد يؤثر على جاهزيته، مؤكداً في الوقت ذاته أن نتيجة الديربي تظل دائماً خارج نطاق التوقعات. في المقابل شدد العمري على أن الاتحاد سيخوض اللقاء بعقلية تنافسية عالية، مؤكداً أن شعاره سيكون إذا لم أكن منافساً فلن يحققها الأهلي، مشيراً إلى أن الاتحاد يبقى فريقاً قوياً حتى في حال مشاركة عناصر الصف الثاني، لما يملكه من عمق فني وخبرة في مثل هذه المواجهات. أطلق الناقد الرياضي محمد البكيري تغريدة مثيرة قبل مواجهة الاتحاد والأهلي في منافسات دوري روشن السعودي. وكتب البكيري عبر حسابه الرسمي على منصة إكس تعليقاً على ديربي جدة المرتقب بين الاتحاد والأهلي: ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي قد ينطبق عليه قول المثل مضيع الخبل عباته. وتأتي التغريدة في إطار الأجواء المشحونة التي تسبق القمة، خاصة مع تقارب المستويات واشتداد المنافسة بين الفريقين هذا الموسم، ما يزيد من أهمية المواجهة المنتظرة في سباق الدوري. تحدث المحلل الرياضي المصري أحمد عفيفي عن الفرنسي موسى ديابي نجم الاتحاد، كاشفاً عن وجهة نظره بشأن مستوى اللاعب خلال الفترة الأخيرة. الفهد الفرنسي. وأكد عفيفي أن ديابي يمتلك إمكانيات مذهلة وعالية للغاية، وعلى رأسها السرعة الكبيرة التي تجعله أشبه بالفهد داخل الملعب، لما يتمتع به من انطلاقات حاسمة وقدرة على صناعة الفارق في الثلث الهجومي. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى وجود نقطة سلبية وحيدة تعيق اللاعب، وهي اعتراضه المتكرر على زملائه داخل أرضية الملعب، وهو ما قد يؤثر على انسجام الفريق ويعطل بعض الهجمات في لحظات مهمة من المباراة. نجم الفريق. ورغم هذه الملاحظة، شدد عفيفي على أن ديابي يظل أحد أفضل عناصر الاتحاد فنياً، مؤكداً أن ضبط النفس والتحكم في ردود الأفعال سيمنحانه فرصة الظهور بأفضل صورة ممكنة، ويجعله أكثر تأثيراً في مسيرة الفريق خلال المرحلة المقبلة. وضع نادي الاتحاد صفقة التعاقد مع جيراسي هداف فريق بوروسيا دورتموند الألماني على رأس الأولويات في ميركاتو الاتحاد الصيفي المنتظر لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
عرض الاتحاد. ويترقب مسؤول الاتحاد حالياً رد جيراسي مهاجم بروسيا دورتموند الألماني على عرض النادي له بالتوقيع ل3 مواسم مقبلة في الميركاتو الصيفي المقبل، مع تقديم عرضاً مالياً ضخماً لحسم الصفقة المطلوبة من سيرجيو كونسيساو المدير الفني. ووصل عرض الاتحاد لضم جيراسي نجم البوندسليغا إلى 18 مليون دولار راتباً سنوياً، بخلاف حوافز مالية إضافية يحصل عليها اللاعب في حال تسجيله لأكثر من 15 هدفاً في الموسم. طلبات كونسيساو. ويعتبر التعاقد مع جيراسي أول الصفقات التي يعول الاتحاد على إبرامها لتعزيز صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية لتلبية طلب سيرجيو كونسيساو المدير الفني بشأن تعزيز الصفوف. ويملك الاتحاد في قائمته الحالية من اللاعبين الأجانب كل من الصربيين بريدراغ رايكوفيتش ويان كارلو سيميتش، والبرتغالي دانيلو بيريرا، والكاميروني ستيفن كيلر، والألباني ماريو ميتاي، والبرازيلي فابينيو، والمالي محمد دومبيا، والجزائري حسام عوار، والهولندي ستيفن بيرغوين، والفرنسي موسى ديابي، والبرتغالي روجر فرنانديز، والمغربي يوسف النصيري، والنيجيري جورج إيلينيخينا. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات علشان توصلكم كل الأخبار أول بأول. كرتنا السعودية تستحق المتابعة، وإحنا هنا عشان ننقل لكم كل التفاصيل لحظة بلحظة. كان معكم المشجع الاتحادي، نراكم في فيديو قادم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.